بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده في الفيديو بتاعي يعني هقول لكم يعني ازاي ان انا شغلي ياما كده يعني بكون طبعا ان انا فلاحة يعني الطبيعي ان شغلنا ياما وكده، بس مش هفضل طول الوقت ان انا شغالة عند الطيور وعند المواشي او عند البهايم بتاعتي وطول النهار، يعني ان انا مش بخلص ولا كده. لا، لازم أن تكوني بتشغلي دماغك وتعرفي ازاي تخلصي شغلك بدري، لان في اي وقت يعني تبقي فاضية لعيالك لبيتك، يعني مش طول الوقت شغل وكده، يعني ان لبدنك عليك حق. فالنهاردة انا هقول لكم يعني في الفيديو بتاعي ازاي يعني اول حاجة ان المجوان بدري او الصحوان بدري ده اهم حاجة. فانت ما بتصحي بدري بتلاقي اليوم معاكي كلته بركة كده، وتعرفي ايه تمشي الدنيا معاكي كويس. فانا بقوم بدري، وطبعا زي ما انتوا عارفين اللي بنزل اول حاجة يعني على المواشي بتاعتي او على البهايم بتاعتي وعلى الطيور وكده، وبخلص بقى واخش البيت. انا بعمل يعني حاجتين اساسيين عندي، دول بينجزوا معايا في حاجات ياما، لان طبعا بيجيلي انفار على طول وكده، فلازم اكون ايه يعني في اي وقت يعني جاهزة او بانجز في الشغل بتاعي. فانا بعمل اول حاجة، انا بعمل الفول والطعمية دولت ما ينقطعوش من البيت عندي. فبجيب كمية فول اعملها، طبعا الفول المدمس ده والطعمية محدش بيستغنى عنهم في اي بيت، سواء فلاحي بقى او مش فلاحي، يعني سواء البيت ده فلاح سواء بيت فلاحين او مش فلاحين. فاول حاجة الحاجة دي اساسية عند كل الناس او عند كل المصريين، الفول والطعمية. فانا طبعا ما بشتريش الحاجات ديت، انا بحب اعملها في بيتي لانها بتوفر معايا ياما وبتبقى في الطعم احسن من اللي بجيبها من بره، وضمن جودتها طبعا وكده والنظافة بتاعتها. فانا بعمل اول حاجة بعمل عندي الفول والطعمية، واول ما بيخلصوا بعمل تاني. فالنهاردة في الفيديو بتاعي هعمل معاكم الفول المدمس بطريقة بسيطة والطعم مفيش بعد كده، وهعمل معاكم برضو الطعمية وهتشوفوها في اخر الفيديو الطعمية بتاعتي شكلها ايه. يعني بسم الله ما شاء الله، والله العظيم انا عيالي ما بيرضوش ياكلوا الجاهزة، يعني انا ما بشتريها جاهزة عيالي ما بيرضوش ياكلوها. مفيش احلى من الحاجة اللي بتعملها في بيتك ولا اطعم منها طبعا. فان شاء الله يعني طبعا لما بعمل الحاجات ديت في بيتي بتنجز معايا اي وقت عندي انفار او عايزه اعمل بيتي انا عندي، يعني ساعات بيبقى عندي خبيز او كده، فاطلع كيس الطعميه اطلع كيس الفول ومن الفريزر واعمل على الجاهز. سواء بقى الفول بتاعي بشكله، يعني هو بيبقى دمسته، سواء بقى بشكله ان هو اعمله ببصل وطماطم او اعمله بطحينه وزيت وليمون كده. فطبعا الفيديو بتاعي النهاردة ان شاء الله يا رب يعجبكم، واعمل معاكم ان شاء الله الفول المدمس والطعمية او الفلافل، يعني زي ما بتسموها طبعا. فان شاء الله الفيديو بتاعي يعجبكم، وان شاء الله ما تنسونيش باللايك ما تنسونيش برضه يعني لو انتوا لسه ما اشتركتوش معايا تشتركوا، طبعا ده شرف ليا. و... ويا رب فيديوهات اللي هي على قد كده، يعني يا رب تنول اعجابكم يعني. هسيبكم بقى مع بقية الفيديو. معايا الفول بتاعي دهوت، انا نقعاه اهوت من بالليل، يعني قعدته ليلة كاملة منقوع في المية اهوت، وغسلته حلو ونضفته. معايا بقى معايا الليمونة بتاعتي دهيت، هعصرها عليه وهسيبها فيه زي ما هي، مش هحط اي حاجة اكتر من كده، ولا ملح ولا اي حاجة خالص. وهولع على هولع على الفول بتاعي وهسيبه وهسيبه يطيب، بس مش اكتر من كده. يعني دي حاجة من ضمن الحاجات اللي هي ايه يعني بتأهل معايا الشغل بتاعي، او يعني
يعني بتخليني لو ورايا شغل او حاجه ده يبقى جاهز، اطلع منه واعمل يبقى جاهز. فديت انا بعمله، بس يعني هوريكم الخطوات بعد كده. هسيب بقى الفول بتاعي يغلى على النار اهو، يعني هدي عليه النار واسيبه يطيب. ومعايا هنا ده الفول اللي هو بتاع الطعميه اهو، او الفول المفصص. ده معايا كيلو فول اهوت، معايا فلفل اخضر، معايا بصلتين كبار، ومعايا رغيفين عيش من اللي هو العيش العادي بتاع الاشتراك ده. وهاخد بقى المكنه بتاعتي دهيت، هاخد المكنه الحلوه بتاعتي دهيت وعلى الطبليه بتاعتي، وهقعد بقى افرم الكلام ده هو. هسيبكم لما اربط المكنه بتاعتي على الطبليه، ويلا بينا. ربطت المكنه بتاعتي اهي على الطبليه، بس انا طبعا جيت هنا لان المطبخ حر جامد وكده، فانا جيت هنا على يعني هنا في طراوه شويه. زي ما قلت لكم ده معايا اهوت، ده كيلو فول. يعني انا مكتره شويه لان انا عندي انفار، فبعوز الطعميه ياما وكده، ما استغناش عنها في البيت على طول. فده كيلو من الفول اهوت. ومعايا الفلفل الاخضر دهوت، يعني بيطعم الطعميه وخلاها طعمها جميل. وده عيش اللي هو عيش الفرن ده العادي. ومعايا البصل بتاعه اهو، وفصين توم، مفيش اكتر من كده. وان شاء الله هتعملي الطعميه دي وهتاخدي يعني احلى طعم واكبر كميه كمان. فببدا اخد الفول بتاعي اهوت بالخلطه بتاعتي دهيت، وافرم الكلام ده كله في المكنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الهدف من الفيديو بتاعي، طبعا عارفه ان كلكم بتعرفوا تعملوا كل حاجه، يعني كان انا ابسط واحده او اقل من اقل اي حد فيكم. بس يعني الهدف ان انا اعرفك مثلا ان انا واحده فلاحه شغل ياما. لو انت مثلا زي كده وعندك شغل ياما، بتيجي في يوم ما فيهوش يعني مثلا يوم ما فيهوش خبيز مثلا، او ما فيهوش شغل ياما وكده، باجي اعمل الفلافل بتاعتي او الطعميه اهي، واركنها في الفريزر، واطلع منها بقى زي ما انا عايزه كده. عندي انفار مفاجاه، عندي لفطرنا احنا، الغدانا، تبقى الحاجه عندي جاهزه وكده. فهو الهدف من الفيديو اللي هو يعني ازاي تخلصي نفسك بسرعه، مش طول الوقت. يعني انا ممكن اتعب شويه صحيح. يعني انا ولعت على الفول معاكم اهوت، الفول المدمس. انا برضو حبيت اقول لكم الليمونه اللي انا حطيتها مع الفول ديت بتخلي الفول بتاعي ابيض وجميل. يعني تلاقي الفول ابيض، مش بيغمج معايا في الحله ولا كده. فيبقى عندي موجود في اي وقت حبيت اطلع كيس الطعميه، كيس الفول، واعمله. وهبص الاقي الطبليه بتاعتي او الغدا بتاعي، يعني بسم الله ما شاء الله، مش محتاجه ان انا اشتري حاجه من بره. وبعدين زي ما انتوا عارفين ان احنا فلاحين برضو، يعني السوق مش فريح مني. يعني انا في يعني كمان مش في قريه، انا في حته عزبه صغيره، لا فيها اسواق ولا فيها حاجه عشان اروح السوق. يعني مشوار كبير، بركب مواصلات. فلما تبقى الحاجه في بيتي كده احسن. ده يعني الهدف من الفيديو بتاعي. برضه انا ما بحطش خضره على الطعميه بتاعتي، ما بحطش عليها خضره وانا بفرمها. انا بعد ما بفرمها وانا جايه، يعني لما اجي احمرها كده يعني على قد الاكل كده، اخرط الخضره عليه بس. انما ما بفرمش خضره مع الطعميه، لان الخضره ديت بتغمج الطعميه دي. بقى ان شاء الله برضه هوريها لكم وانا بجلي منها بعد كده في فيديوهات تانية. هتشوفوا الطعميه بتاعتي قد ايه لونها ذهبي وجميله خالص. وبعدين والعيش اللي انا بحطه دهوت، العيش ده طبعا فيه خميره. الخميره دي بتخلي لي الطعميه بتاعتي منفوشه وحلو، مش ان هي مكتومه
لان العيش ده فيه خميره فبيخلي بيدي هشاشان للطعميه بتاعتي. هكمل بقى الفرم بسم الله ما شاء الله اهو. الفلفل الفلفل الاخضر ده بيطعم بطعم الطعمية، بيديها طعم في منتهى الجمال. يعني يا ريت كلكم تجربوا الطعمية بالطريقة دهيت، هتعجبكم ان شاء الله. وطبعا حابة اشكر كل الناس اللي بتعلق لي في الفيديوهات وبيدعوا لي، والله العظيم كلكم على راسي، بسم الله ما شاء الله عليكم. يعني قد ايه كلامكم ده بيفتح نفسي ان انا اكمل معاكم وكده. فانا يعني حابه اشكركم كلكم والله العظيم على دعمكم ليا وعلى تعليقاتكم الحلوه. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا. هفرم بقى الكميه بتاعتي كلها. طبعا انتوا شايفين ان ده طالع دلوقتي خضرة كده، بس هو دلوقتي يعني كميه الفول بسم الله ما شاء الله، هو العيش مغطيها اهوت. كميه الفول بتاعتي كبيره، يعني دلوقتي هتشوفوا العجينه بتاعتي صفرة وجميله. هو هنا خضرة عشان قرن الفلفل نازل في مكان واحد بس، لكن طبعا لما العجينه كلها في بعضها هتدي لون اصفر وجميل خالص للعجينه بتاعتي. هكمل بقى فرم الطعميه واكمل معاكم الفيديو ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، يعني الفول بتاعي فرط معايا كميه كبيره. طبعا لو هتشتري ده جاهز كده مش هيعمل معاك الكميه دي كلها. يعني طبعا يعني انا برضو يعني من ضمن يعني الغرض من فيديوهاتي، يعني ان طبعا كل حاجه نعملها في البيت وكده. ده طبعا بيوفر معانا ياما، يعني يوفر معانا فلوس ياما، ويوفر معانا يعني بيوفر ياما فعلا، لان زي ما انتوا عارفين كل حاجه غاليه. فانا عشان تروحي تشتري بس ب10 جنيه طعميه مش هيعملوا كمان صحن، يعني ان هما يملوا لك طبق كده مش هيملوه. فشوف انت لما بتعملي حاجه في بيتك بتوفري قد ايه، وبتبقي ضامنه نظافه الحاجه دي وجودتها، انت عاملاها بايدك طبعا لعيالك، محدش هيخاف عليهم قدك ولا كده. فده الغرض من الفيديوهات، ان كل حاجه نعملوها في بيتنا يعني نبقوا ستات مدبرين يعني اتمنى ان الفيديوهات بتاعتي ما تكونش تقيله عليكم، وتكونوا تتقبلوا المعلومه مني يعني، او تكونوا يعني انا بتمنى ان انتوا تكونوا بتستفيدوا من فيديوهاتي برضه. يعني انا والله العظيم نفسي في كل كلمه بقولها ان يكون في افاده، يعني ان احنا كلنا نستفيد وكده من بعض. طبعا اللي عنده معلومه بيقدمها وبيقولها. بسم الله ما شاء الله، يعني فاضل معايا لسه كميه حلوه اهيت، غير الكميه اللي انتوا شايفينها اللي طلعت معايا دي. فبسم الله ما شاء الله فعلا فرطت معايا كميه كبيره. بسم الله ما شاء الله اهيت، يعني انا خلصت الكميه كلها اهي. بسم الله ما شاء الله اهي. هبدأ بقى اخدها واروح المطبخ اوريكم الفول بتاعي، يعني هو زمانه دلوقتي طب هروح ابص عليه واوريكم واعجن الطعميه دي في بعضها كده، يعني بسم الله ما شاء الله هي ناعمه ازاي. هروح المطبخ واكمل معاكم الفيديو. الفول بتاعي طاب اهوت، وطفيت عليه النار. بصوا بسم الله ما شاء الله، الفول بتاعي ابيض وجميل، ما اسمرش ولا اي حاجه. يعني السر كله في الليمونه دي.
خلي الفول بتاعي ابيض وزي الفل. هوريكم برضو الفول قد ايه طيب. يعني بصوا، مش عارفه الصوره واضحه ولا ايه. شوفوا الفول بتاعي زي يعني بصوا زي المشمش بالظبط. طبعا هو سخن. شوفوا الفول بتاعي طيب وزي الفل، ما خدش معايا حاجه. مسافه ما فرمت الطعميه بتاعتي كان الفول طاب. الفول ده بقى باخده كده يعني ادهكه بقى او افرمه سواء بكبه او اللي هي بتاعت البطاطس ديت او بالهون او باي حاجه زي ما بتحب، وبعينه في الفريزر يبقى جاهز بقى لاي لاي وقت انا فيه مش فاضيه او كده. فرمت برضو الطعميه بسم الله ما شاء الله. يعني الطبق ده كبير، يعني مش عايزه اقول لكم هو قد ايه. طبعا انا لو بشتري عمري ما هشتري الكميه دي كلها كده، فدي بتوفر معايا ياما. فدلوقتي انا لما بقى احط بقى اللي بقى افرم الفول بتاعي ده واعينه كده في علب او في اكياس على قد ما انا عايزه كده، ونفس الوضع في الطعميه. بطلع بقى عندي انفار، عندي حاجه بطلع كيس الطعميه وكيس الفول، فريح بطاطس بقليها، فريح باذنجان بقليه، فريح مربى، فريح اي حاجه من الحاجات ديت. ببص الاقي نفسي ابص الاقي نفسي ان انا خلاص ان انا عملت كل حاجه وفقت قليل من غير ما اتعب ولا كده. فالهدف من الفيديو بتاعي طبعا ان انا يعني اوفر الوقت معايا وكده. يعني لو انت زي عندك شغل، مش شرط تكوني فلاحه، ممكن انت تكوني عندك شغل ياما يعني وكده، تكوني موظفه او حاجه. فطبعا لما تعملي الحاجه ديت وتعينيها عندك في الفريزر ديت بتوفر معاك وقت ياما يعني وكده. فطبعا يعني هو فيديو بسيط، يعني ممكن الناس ياما تضحك عليه كده، بس هو يعني هو فعلا بينجز معاكي. وانت جربي تعملي حاجه زي ديت. طبعا الفول اعملي الكميه اللي انت عايزاها، مش شرط تعملي زي كيلو، ممكن تعملي نص كيلو بس انا عشان عندي انفار في الفتره ديت، يعني كل يوم بيبقى عندي انفار، يعني معظم ايام الاسبوع انا عندي انفار وكده. فانا بروح مطلعه كيس الفول وكيس الطعميه من الفريزر، وفي ثواني. عايزه حابه بقى تعملي الفول بتاعك ببصل وطماطم ماشي، حابه تعمليه يا دوبك بزيت وليمون وطحينه برضو ماشي، زي ما بتحبي. هو الهدف من الفيديو ان الحاجه طبعا مش هجيب فول لسه وهقبل وهعمل والكلام ده وانقعه عشان واطيب والكلام ده. فاطلع الحاجه جاهزه عندي تقوم ما تاخدش معايا يعني وقت وكده، تبقى الحاجه تنجز معايا. ده الهدف من الفيديو بتاعي. اتمنى طبعا ان شاء الله انا هعمل فيديوهات تانية هوريكم الطعميه دي وانا بقليها، هوريها لكم هي شكلها ايه في التحمير بتاعها، ولا بتشرب زيت ولا بتغمج مني ولا اي حاجه. ان شاء الله هوريها لكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. طبعا احنا مع بعض في انفار على طول الكلام ده، هوريكم كل ده معاكم. فيا ريت اللي ما اشتركش عندي في القناه يعني وكده وعجبته الفيديوهات بتاعتي يا ريت يشترك. وما تنسونيش طبعا بلايكاتكم الحلوه ودعوه حلوه منكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يعني انا بعد ما ختمت معاكم الفيديو فقلت طب ما انا هاخد من الفول والطعميه ديت نتغدوا بيه. فقلت لا، انا هصور معاكم اوريكم الطعميه بتاعتي شكلها ايه، واوريكم الفول برضو شكله ايه. يعني انا بوريكم بس ان طبعا اي حاجه بنعملها في البيت يعني اول حاجه ان الحاجات دي بتنجز معايا في الوقت لما تبقى عندي الفول والطعميه اللي هي الحاجتين الاساسيين دولت موجودين عندي في الفريزر. ده بيوفر عليا مجهود كبير وبيوفر عليا وقت وبيوفر عليا كمان فلوس كمان، يعني توفير من كل الجهات. ف يعني قلت اوريكم الطعميه بتاعتي شكلها بسم الله ما شاء الله والله العظيم حاجه. طبعا خدت جزء بس صغير على قد ما هعمل، حطيت عليه الكمون وحطيت عليه حطيت عليه كمون وملح
وانا بعمل بيضة كمان عليها، بس مفيش اكتر من كده. بعجنها فيها. وشوفوا الطعمية بتاعتي، بسم الله ما شاء الله، والله العظيم اللون جميل، الطعم اجمل. من كل، يعني مش عايزة اقول لكم، يعني جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم، وعمركم ما هتشتروا الطعمية دي تاني. وفي نفس الوقت لو انت فلاحة طبعا زي، او انت حتى موظفة، او انت شغلك ياما، او حتى لو شغلك مش ياما، مش طول الوقت هتفضلي واقفة في المطبخ، اما تعملي الحاجات دي مرة في اول الاسبوع مثلا، وتفضل معاكي طول الاسبوع، او تفضل معاكي يعني شوية، دي هتنجز معاكي ياما، وانت هتحس بالراحة بعدها. طبعا بوريكم الفول، بسم الله ما شاء الله، والله العظيم ما كان ليه حل. الفول ده ما كان ليه حل. طبعا برضو بحطه في الفريزر، في علب او في اكياس على قد الاكل كده. وبجيبه احط احبش عليه الكمون بتاعه والزيت والليمون. وبتحب، لو بتحب الطحينة بحط طحينة، مفيش اكتر من كده. يا ريت ما يكونش الفيديو طول عليكم. ويا رب يا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. و يعني حبيت بس اشارككم اليوم بتاعي، والسلام عليكم.